شغلك كله بيروح على الفاضي لو متعلمتش تلفت الانتباه. فكر فيها، لو دي كانت الصورة اللي على الفيديو من بره هل كنت هتدخل؟ أكيد لأ، وده لأن في عدد ضخم جدا من الفيديوهات في عالم صناعة المحتوى. فمهما كان الفيديو بتاعك قوي ومليان فايدة ومش عارف تلمع بين الزحمة دي، يبقى مجهودك كله بيروح على الفاضي. علشان كده هكشف لك في الفيديو ده الطرق اللي مصممين الجرافيك بيشتغلوا بيها على أي تصميم جديد. يعني هتخرج من الفيديو ده وانت عارف أهم الخطوات اللي من المهم تكون عارفها في المجال، والخطوات دي تقدر تطبقها على أي تصميم في الدنيا مهما كان مجالك إيه أو بتقدم إيه. خلينا ندخل في الموضوع بشرح عملي وخفيف جدا عشان تفهم الموضوع بشكل أوضح. فلو انت مهتم تتعلم الخطوات دي افتح الفوتوشوب دلوقتي وطبق معايا كل كلمة بقولها، ويلا بينا نبدأ الفيديو. خلينا ناخد الثامنيل أو الصورة المصغرة كتجربة عملية في الفيديو ده. اشمعنى اخترت الثامنيل تحديدا؟ لأنها بكل وضوح هدفها إنها تشد الانتباه علشان ترفع من معدل النقر على الفيديو. فاحنا ممكن ناخد الخطوات اللي هنتعلمها من الثامنيل ونطبقها على أي فكرة أو منتج، وبالتالي هيشد الانتباه ويرفع من مبيعات. قبل ما نبدأ في الخطوة الأولى ياريت تحط متابعة للقناة وكل المنصات الموجودة في أول تعليق. أول خطوة معانا هي اللياون بتاع التصميم. الخطوة دي بالرغم من إنها تبان بديهية جدا إلا إنها كفيلة إنها تنقل الشغل بتاعك في حتة تانية. جرب كده إنك تاخد أي ثمنيل لحد مشهور أو ناجح على اليوتيوب، هتاخد بالك إن في حاجة مشتركة في كل الصور دي. تقريبا كل الصور بتاعت اليوتيوبر الناجحين بتمشي على الأربع خطوات دول، وده مبدأ في التصميم بنسميه رول اوف ريتس. والمبدأ ده بيقول علشان المشهد بتاعك يكون مريح أو ملفت للعين، فمن المهم جدا تخلي الهدف بتاعك موجود في التلت اليمين أو المحور أو التلت الشمال من الشكل بتاعك. زي ما احنا شايفين قدامنا كده مقاس الثمنيل هيكون 1280 في 720 بكسل، والريزوليشن هيكون 72. بعد كده هنعمل الليون اللي احنا قلنا عليها، وده هنعملها عن طريق فيو، بعد كده نيو جايد، بعدين نختار الخيار التاني وهنخلي الريزوليشن على 15. بعد كده هنعمل الخطوة تاني ولكن هنخلي الريزوليشن على 30، وهنعمل خطوة تاني برضو لكن المرة دي هنحدد على الخيار الأول وهنخلي الريزوليشن على 8.3. هنعمل نفس الخطوة تاني وهنخلي الريزوليشن المرة دي على 16.6. بعد كده نحط الصورة بتاعتنا أو الهدف بتاعنا عشان نروح للخطوة اللي بعديها. تاني خطوة معانا هي التباين، ودي أكتر حاجة بنركز عليها في التصميم. والتباين يعني مدى التشبع ملامح بتاعتك في المشهد ومدى وضوح الألوان الفاتحة عن ألوان الغمق. كل ما زاد التباين زاد ملامح المشهد بتاعك، كل ما قل التباين هتشوف إن ملامح المشهد بتاعك داخلة على بعضها، وده احنا مش عايزين نوصل. لأن لو الألوان التصميم بتاعتك بهتانة ففي الأغلب هتدي للي قدامك انطباع إن المحتوى اللي جواها ممل أو مش متعوب عليه كفاية. فمن المهم الملامح أو الثمنيل بتاعتك تبقى واضحة ويكون فيها روح كده أو ألوان متعوب عليها. تالت حاجة بنركز عليها في الثمنيل هي اختيار الألوان. عالم الألوان ده عالم كبير جدا، فلما بنيجي نختار ألوان ما بينفعش نختار أي لون على الفاضي، لأن كل لون خلق ربنا بيدي شعور معين. فأي لون أنت هتختاره فهو في الغالب هينقل شعور المشاهد بشكل أو بآخر. يعني أنت عندك اللون الأزرق بيوصل الثقة والحكمة والأمان، واللون الأحمر بينقل القوة والحب والخطر، واللون الأبيض بينقل شعور الهدوء والأمل والسلام، والأسود بينقل الفخامة والغموض والأناقة، والأصفر بينقل السعادة والتفاؤل والانتباه. المعنى من كلامي إنك تحاول تفهم نوع الفكرة بتاعتك عشان تقدر تختار لون يناسب الفكرة دي. وده هيودينا لمبدأ تاني وهو التباين في الألوان. في الغالب كده انت ممكن تكون سمعت عن عجلة الألوان وازاي في أكتر من طريقة تختار بيها ألوان بتدي تباين، زي الكومبلمنتري كولر والسبلي كومبلمنتري والتريادك. الطرق دي بشكل أو بآخر بتخليك تختار ألوان فيها تباين أكتر بحيث إن لون البراند بتاعك يظهر وينور أكتر ويكون مريح للعين. ولو انت ما عندكش لون للبراند ومش حابب تدوش نفسك بالطرق ديك، فأسهل حاجة ممكن تعملها إنك تختار لون انت بتحبه قوي وهو ده هيكون لون البراند بتاعك. اختار لون ثانوي كده يكون هو المستخدم في الكلام، ويفضل يكون غير لون الخلفية اللي انت مستخدمها. يعني عندك انا دلوقتي اخترت الوان البراند بتاعي بالطريقة دي. اخترت لون البلو كلون اساسي ولان لون الخلفية في اغلب التصاميم بيكون اسود او غامق، فاللون التالت اللي هيدي كونترست للون الغامق هو الابيض. والهايلاين بيكون باللون البنفسجي وده بستخدمه في الجزء اللي انا عايز اركز عليه في الكلام بتاعي. بالشكل ده بقى عندي كولر باليت لالوان البراند بتاعي، اقدر استخدم الالوان دي في اي تصميم ايا كان شكله. بس يا سيف والله ده مش هيبان اني بكرر نفس الفكره، لا، لان في فرق كبير جدا انه يكون في هويه للبراند وانك بتكون بتكرر نفس الفكره. واللي احنا بنعمله ده هي اساسيات البراند، والالوان اللي انت بتختارها دي هي اللي بتخلي في شخصيه للتصميم بتاعك. فخلينا نطبق ألوان البراند بتاعنا على الصورة دي.
أول حاجة هنعملها معانا هي الخلفية، فمن الكولر باليت هناخد الألوان الغامقة اللي هما الأسود والبنفسجي الغامق، خلينا ندرج ما بينهم على الخلفية دي. أول حاجة هنعملها هنروح عند نيو لير، بعدين نروح على جريدينت ونختار بلاك أند وايت ونبدأ نعدل عليه. بعد ما عدلنا عليها هنسحب بالطريقة دي علشان يدينا الشكل الجامد ده. بعد كده بنيجي لنقطة مهمة جدا في الهوية بتاعة البراند بتاعك، وهي الخط. الخط من الحاجات اللي تبان انها بديهية جدا لكن بتفرق جدا في شكل البراند بتاعك. يعني تخيل كده تكون تعبان في الفكرة بتاعتك وعامل براند جامد، ولكن اخترت خط غلط او مش واضح، فمحدش مخد باله من الفكرة بتاعتك او محدش عارف الموضوع بتاعك بيتكلم عن ايه. من غير اي تعقيد اختار خط يكون واضح ومريح للعين انها تقرأه من بره، وفي نفس الوقت يكون مش منتشر. اخف حاجة ممكن تعملها انك تدخل على جوجل فونت وتختار الخط شكله حلو بالنسبة لك ويكون واضح ومش منتشر برضو عشان يميز الفكرة بتاعتك عن الباقي. وبعد ما اخترت الخط بتاعك تقدر تكتب الكلمات بتاعتك عادي جدا، ولكن حافظ على الخطوات اللي قلنا عليها. وده فيديو سريع ليا وانا بكمل بقية الصورة عشان وقت الفيديو بس ما يطولش اكتر من كده. كده يبقى عرفنا من الخطوات اللي بيمشي عليها مصممين الجرافيك وطبقنا عليها كمان. خلي في معلومك الخطوات دي بيمشي عليها المصممين المحترفين والمبتدئين. لو طبقت على الخطوات دي أضمن لك إن مستواك هيتنقل من كده لكده. كل اللي عليك إنك تطبق مش أكتر. ولو في أي مشكلة وقفت قدامك تقدر تكلمني أنا شخصيا على رقم الواتساب، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن أو أول كومنت.